السلام عليكم الإخوان. اليوم بغيت نعاود لكم واحد القصة اللي بزاف منا طاح فيها أو كيطيح فيها دابا وهو ما حاسش. هي القصة ديال سارة، ولكن في الحقيقة هي القصة ديال أي واحد فينا كيبدا شي مشروع وكيلقى راسو محاصر بواحد الوحش سميتو الحشومة. سارة بنت ذكية، قرات الديجيتال ماركتينغ مزيان، خدمت في شركات، ومن بعد قررت تاخد الشجاعة وتحل الوكالة ديالها الخاصة. قالت مع راسها: عندي تجربة، عندي الماتيريال، وعندي العزيمة، شنو اللي غيحبسني؟ في الأيام الأولى سارة كانت فرحانة وبداو كيجيوها أول كليان. ولكن شكون هاد الكليان؟ هنا بدات الحكاية. أول واحد اتصل بها هو عمها: بنيتي سارة، تبارك الله عليك، سمعت حليتي وكالة. شوفي ولدي، يلا حل واحد الحانوت ديال الصبابط، بغيتك تقدي لي شي لوغو واعر بحالك وتصاوبي لي صفحة فيسبوك، راك عارفة حنا عائلة وخصنا نتعاونوا. سارة حشمات وقالت: مزيان، نبدا بعمي هو الأول، صواب هذاك. تبعتها صاحبتها الروح بالروح: سارة حبيبتي، مبروك المشروع، أنا يلا بديت كنسوق لصالون الحلاقة ديالي، ديري لي شي إشهارات آدز وشي فيديوهات، والفلوس ما نهضروش عليهم دابا، حتى تخدم الحركة ونخلصك، راك عارفة المعزة اللي بيناتنا. سارة بقلبها الكبير وبالحشومة المغربية اللي رضعناها بدات كتقول واخا لكل شي. كانت كتسهر الليالي باش تقاد اللوغو لولد عمها، وكتخسر فلوسها ووقتها باش تتبع الاشهارات ديال صاحبتها. داز شهر، شهرين، ساره لقات راسها غارقه خدمه، الخدمه فوق كتافها الليل ونهار، التليفونات ما كيسكتوش والطلبات كيتزادوا. ولكن فاش جات تشوف الحساب البنكي ديالها لقات الصفر الكبير. فاش جا وقت خلاص الكراء ديال المكتب، وقت خلاص لي زابونمون ديال لي زوتي اللي كتخدم بيهم، ساره لقات راسها ما عندهاش. مشات عند عمها قال لها: يا بنيتي، واش العائله كتخلص بعضياتها؟ انا راه غير كنت كنشجعك. مشات عند صاحبتها لقاتها كتقول لها: والو يا ساره، الوقت ميته، واخا الاشارات جابوا الناس، ولكن راه المصاريف كتار، صبري معايا. هنا ساره طاحت في واحد الصدمه خايبه. اكتشفت بلي الحشومه اللي خلاتها تقبل هاد الخدمه هي نفسها اللي غتسد ليها المشروع ديالها. اكتشفت بلي الناس اللي كتقول عليهم عائله وصحاب هما اول ناس ما كيحترموش القيمه ديال الخدمه ديالها. ساره خدات قرار صعيب، حبست كاع دوك المشاريع ديال الصواب، وبدات كتقول واحد الكلمه كانت كتجيها ثقيله: هذه هي لا ليست ديال الاثمنه ديالي، والخدمه كتبدا بالتسبيق. في الاول بزاف تقلقوا منها وبزاف قالوا عليها تبدلات ولات ماديه،